الشخص ده اسمه جيفري هينتون، اول واحد عمل بحث خلى الذكاء الاصطناعي موجود. مين كان يتخيل ان حاجه زي دي تبقى حقيقيه؟ الشخص ده كان شغال في شركه جوجل، ساب الشركه وطلع قال انه ندمان على اللي عمله عشان الذكاء الاصطناعي، وقال ان احنا لازم نخاف منه. هو ليه مميزات كتير جدا لكن ممكن يعمل دمار. الفكره يا سيدي ان تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمه يوميا ممكن يبقى اذكى من البشر في يوم من الايام، لانه بيتعلم من كل حاجه حواليه. يعني انت متخيل كده لما حاجه زي دي تبقى اذكى منك ممكن تعمل ايه؟ بقى اماره اسرائيل وروسيا واوكرانيا وامريكا استخدموا الذكاء الاصطناعي عشان تخدم مصالحها السياسيه. اسرائيل استخدمته وقتلت 37,000 واحد. روسيا استخدمته في انها عملت فيديو وهمي لصناع محتوى حقيقيين بيتظاهروا ان هم من اصل روسي وبيتكلموا لغه صينيه صرف، وطالعين يشكروا الصين ويمدحوها لانها بتدعم روسيا ضد الغرب. يا اخي السنه اللي فاتت حجم المواقع وصل من 49 موقع لاكتر من 600 موقع، كلهم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي